السلام عليكم وأهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بأحسن الأحوال. فيديو جديدة إن شاء الله تعجبكم. وكما العادة قبل ما نبداو صلوا وسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شاركتكم من قبل هذه التحضيرات. روحنا خرجت أنا والوالدة تاعي أول يوم من رمضان، شهر رمضان الكريم. شرينا صوالحنا وعاودنا ولينا للبيت تاعنا. كما على بالكم بلي رمضان جا بالخميس، دونك انا نهار الخميس خدمت ومن بعد روحت شرينا صوالحنا وولينا للدار. اول حاجه شرينا صوالح تاع صورتهم معكم، شاركتهم معكم، تاع الدار، تاع القضيان كيما الزبيب الفلون. عفوا. ومن بعد روحنا شرينا شويه خضره، هاد الخضره شرينا شويه بيطراف، شويه طماطم، يعني الشيء اللي نحتاجوه في الايام الاولى. البيطراف يعني جبنا كونتيتي مليحه هكا باش يعني باش ماشي اشاك نروحو نشرو. والطماطم ثاني كانت كاينه، لكن هذيك تاع القدره كبيره كشغل هكا ولي فيها الماء. روحنا جبنا منها واحد 2 كيلو 3 هكاك. وانا حباباتي فت كيما تعرفوا باللي قبل رمضان كنت نقيت كل شيء رديته يشعل. دونك هنايا اول يوم تاع رمضان الصباح وكل شيء ما كان عليا غير أني نفوّت حاشاكم جفافة كيما راكم تشوفوا على الأرض، شوية سانيبو، شوية تاع الجافيل، وولات الدنيا تاعنا تفاح ولات بسم الله ما شاء الله عليها، وكل شي كان مخمّل. الوغ كي تبدو، علاش هادو التحضيرات تاع قبل رمضان ملاح؟ باسكو كي تبدو نهار الأول تاع رمضان وكل شي ما تحيروش، باسكو كل شي راه نقي عندكم سي ديجا، وما تقعديش تقولي يعني ما نقيتش هذه وما نقيتش هذه، باسكو كل شي سي ديجا راكي منقيتها. ومن بعد فت للمطبخ هنايا، الوالدة تاعي دارت البرقوق، ودارت البرقوق بالزبيب وكل شيء، ودارت الحريرة، ودارت الزيتون. إحنا هذا هو الطبق الأول، يعني هذا هو الطاولة الرمضانية الأولى، يعني أول رمضان إحنا هذا شنبغوا. ودرت أنا البوراك، أنا فت البوراك حباباتي شدت فيه. أعتذر على الصوت تاعي باسكو راني مريضة. درت هنايا شوية تاع زيت، شوية تاع السمن، وخليتهم يتقلوا. دونك أنا بغيت ندير لهم بوراك كي شغل ماشي بالبيشاميل، لا، بصلصة الجبن. درت هنا قطعت هذيك الحبة ونص ولا حبة كبيرة تاع البصل اللي كنتو شفتوها. ومن الأحسن تقطعوها رقيق رقيق، حنا نبغوا هكا بنة البصل في البيت. هنا قطعتها وخليتها تتكرمل. شوفوا مهما تشوفوها هكا كبيرة في البدية كي ديروها، من بعد قاع تذوب في المقلة. ومن بعد درت هنايا الفيوند هاشي تاعي، البولي اشي عفوا، وخليته يتقلى. انا بجهه واحده اخرى واحد درت في نفس المقله، يعني ما بغيتش ندير مقله واحده اخرى، في نفس المقله درت مغرفه كبيره تاع لا مايزينا وقليتها مليح مليح مع هذاك اللحم وهذاك البصل. زدت لها واحد تقريبا كاس الا ربع تاع حليب، وخليتها هكا يعني قعدت نخلط فيها، خليتها تبقبق حتى تحسوها باللي خثرت. من بعد ما تخضر حبيباتي راح نزيد لها شوية تاع الفرماج تاع لي بورسيون، ولا أنا ما نقولكمش ما ديروش تاع البيدو، لكن تاع البيدو من الأحسن من الأحسن ما ديروش، باسكو شوية يخرج من الأطراف هكا، ولا يخرج من الحشو تاعنا تاع البورك كي نبدو نقلو فيه. زدت هنا هادوك لي بورسيون، زدت هنا شوية تاع الملح. أما بالنسبة للتوابل درت شوية توابل تاع الدجاج، ودرت شوية تاع عرور، ومع الأخير درت رشة تاع معدنوس وطفيت عليها، يعني ما خليتهاش يعني قعدت، ما خليتهاش يعني قعدت فوق النار. راكم تشوفوا معايا هي رشة تاع معدنوس وكملتها. وبجهة واحدة أخرى حباباتي كنت درت حبة تاع بطاطا قطعتها ديكوب صغيرة، درتها تغلي ومن بعد فرستها بهذا الشكل، ولا رفستها طحنتها، وجبت هذاك الحشو تاعنا وخلطتها معاها. زعما صراحةً يجي شباب هذا الحشو ويجي زعما ماشي اقتصادي، يجي زاكي، فهمتوا حباباتي؟ ومن بعد نمروا لطريقة التشكيل. حنا عادي نشكلوا البوراك تاعنا بطريقة سهلة عادية جدًا. قطعت هنايا درت كاع هاد الساشية تاع البوراك، درت 20 حبة النهار الأول، باسكو راكم عارفين دي فوا يعني ولاد خوك ولاد كيغل هكا تبغي، المهم تبغي الزيادة هذيك فوق الطابلة. درت 20 حبة مديت لولاد خويا، والباقي خليته لينا في الدار. لكن جا البنة تاعها بسم الله ما شاء الله. شوفوا أنا ما نديرش بالحبة، بكري كنت ندير بالحبة، دروك ما نكذبش عليكم ما نقدرش ندير بالحبة، باسكو ساعدتني هذه الطريقة بالبزاف نحلل واحد 8 ولا حتى ل10 هادو تاع الأطراف تاع ولا هادو الورق تاع الديول، ونفرّغ فيهم الحشو. شوف ولا ما يشدنيش فريمون هذا البوراك، ما يشدنيش بتاتا. ومن بعد ندير فيه فوقه حبة طرف تاع فرماج. أنا ديجا دايرين الفرماج، تقدري تستغني نهائيًا على الفرماج هاكا طراف فوق بعد ما ديري الحشوة. وتقدري يعني إذا بغيتي تبني لهم très bien يعني البوراك تاعك، تزيدي لهم هذيك الطرف تاع الفرماج، ولو أنه درت طرف قليل لكن جا بزاف بنين وبزاف شباب. وهذه هي طريقة اللي يعني نردو الطرف الأول ونزيدو الطرف الثاني،
ونزيدو هاذيك من الفوق نلوها ساهل ما كاش أسهل من هاكا. ومن بعد في طريقة القلي كيما كاع نعرفوا يعني نديروا شوية زيت نخلوه يحمى ومن بعد نديروا البوراك تاعنا يتقلى. هو بعد ما كمل معنا البوراك درته يتقلى ومع الأخير جا بسم الله ما شاء الله عليه، جا مفرمج جا بنين جا يعني تحفة. ودرته واحد نص ساعة ولا هكا، نص ساعة قبل الفطور حطيته قليته وحطيته يعني وقع هكاكينا وقعد مقرمش. يعني لو كان ديروه ساعة ساعتين ولا ما نضمن لكمش باسكو دي فوا بالك يولي هكا شويه يرتخى، هو البوراك يرتخى كي شغل هكا. وإذا يعني درتوه من قبل يعني هكا ساعة ولا قليتوه وحطيتوه ديروا فيه كسكاس يقطر. ومن بعد تشعلوا عليه الكوشة إذا ما عندكمش يعني الميكرووند، شعلوا عليه الكوشة وخلوه في الكسكاس تاعكم وديروا فيه بابي اسويتو ودخلوه يحمى في عفوا على الصوت تاعي، دخلوه يحمى في هذيك الكوشة تاعكم يعني فوق بلا. وانا مع الاخير حبيبتي بعد ما طاب، حنا نبغوه محمر بزاف في الدار، بعد ما طاب هنايا درته في صحن التقديم وقولوا لي رايكم كيفاش خرج البوراك تاعنا تاع نهار اليوم. واكيد حبيباتي ماشي يعني لازم الاكل بزاف في شهر رمضان الكريم، هذه كاع نعرفوها. شهر رمضان هو شهر العباده، شهر الرحمه، شهر صله الرحم وكل شيء. فهكا من ذاك لذاك نروحوا لاحب الاقرب الناس لينا ونزوروهم هكا باش ندو اجر تاع الصيام واجر تاع صله الرحم تاعنا وما نقطعوش يعني الاهل تاعنا. هنا فتل الصلاه تاعي من بعد نشارككم ان شاء الله الفينيغريت اللي درتها صراحة تجي بزاف بنينة. درت الروز تاعي اللي كنت دايره فيه الطون المايونيز. مايونيز للاسف ما كنتش شاريه، لذلك اضطريت اني ندير المايونيز في الدار. درت حبه تاع بيض، درت نص الكاس عفوا تاع زيت، درت حبه تاع ثوم، مع درت شويه تاع الملح، مع الاخير درت معها شويه تاع خل وميكسيتهم بالبغا ميكسر. اذا ضاعت لكم هذيك المايونيز تاعكم باش ديروا جبدوا حبه تاع بيض وبحراره المطبخ ماشي من الفريجيدير. انا في البدايه درتها من الفريجيدير ضاعت لي، زدت عليها حبه تاع بيض عادي هكا بلا ما نزيد عليها والو ودرتها تتميكس يعني ولات مايونيز علامه كاع عليها. وهنا فتح حبابتي باش ندير الفلون تاعنا كما كنتو شفتوا. درت لي لتر تاع حليب، درت معاه 8 معالق تاع كاع هكا كاينه، والوالده تاعي ما عجبهاش يعني بزاف، قالت لي جاي خفيف. حنا نبغوا الفلان هما يبغوا الفلان يكون ثقيل في شهر رمضان. أنا كما كنتوا تشوفوا كملت معكم التزيين، يعني درت شحال من طبسي لأنه كانوا ناس معنا. درت شحال من طبسي تاع السلاطة، درت هذاك الروز، درت هذيك البيتراف ومن بعد درت لها شوية تاع سلاطة تاع حشيش. وهنا مع الأخير وريتكم التحضيرات يعني تاعنا كي حطيت الطابلة هي هنا حطيتها لي بنت خويا الله يحفظها. يعني طابلتنا جدا 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 بسيطة. الشكل النهائي تاع السلطة تاعنا هي، وهذا يعني كي كنا نحطه في السلطة تاعنا. ان شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة يا رب العالمين.